اتجوزوا بسرعه زي ما حصل فيا. يلا مبروك. الله يبارك فيك يا مستر يوسف، ميرسي. بس انا مش هتنازل بجد عن ان الشركه كلها تحضر الفرح. هتنورونا كلكم والله. كفايه ان الشركه دي هي وش السعاده عليا، هي اللي خلتني اقابل ريم. الحمد لله. والله انا كان نفسي اكمل شغل بس ما كنتش هبقى مركزه بقى، انت عارف تجهيزات الفرح والجواز. والله يا ريم انا مبسوط ان هي جت منك بصراحه، لان انا كده كده كنت هرفدك. ايه ده؟ امال انت كنت مفهماني ان انت مهمه هنا؟ لا انا بهزر، انت مكانك موجود وانت عارفه في اي وقت. انا عارفه نفسي، هتلاقيني بكلمك واقول لك رجعني بس انت توافق. هوافق لو انا شخصيا موجود. ايه ده؟ ليه انت هتبقى فين؟ شويه مشاكل كده هبقى احكي لك بعدين. شايفه لذيذ؟ دي ريم كانت مهندسه معانا هنا في الشركه، وكانت مخطوبه لباشمهندس علاء، بس فسخت خطوبتها من علاء. اوكي. اللي جنبها ده بقى مستر عمر، ده كان عميل عادي يعني جاي يعمل ابلكيشن لشركته. قامت هي عرفت بقى ان هو راجل غني ومتريش يعني، وبابا رئيس بنك كبير قوي، لقطته، خطبته، اتجوزته، مع انه كان هيموت ويتجوزني انا. قول لي ليه؟ ليه ما ماتش واتجوزك؟ مش وطي صوتك هتفضحني. فضلت تفهمني ان هو مش احسن حاجه وتطلع لي فيه القطط الفطسانه. قول لي ليه؟ ليه بيربي قطط فطسانه؟ يعني فضلت تطلع لي فيه عيوب يعني علشان اشيل الموضوع من دماغي. في الاخر اتجوزها هي مش عارفه على ايه، مع انها لا حلوه ولا ذكيه ولا فيها ميزه واحده من مميزاتي. اوعى تفتكر ان انا بنفسن وكده. انت بتطلعي القطط الفطسانه. طب يا جماعه خلاص الدعوات معاكم فيها العنوان والميعاد، محدش ينسى. اوكي تمام. طيب هنستناكم، ويا ريت تشرفنا انت والمدام يا باشمهندس لذيذ. لا الباشمهندس مش متجوز لسه. لا بس هيتجوز قريب ان شاء الله، وانا كمان. مش هينفع. لا هينفع. مش هينفع. لا هينفع ان شاء الله، انت ايش عرفك هينفع. يا جماعه هزعل بجد لو ما جيتوش. اوكي يلا باي باي يا باشمهندس. باي باي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.